السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير. النهارده بقى يا حبايبي اخر فيديو في فيديوهات التفريزات بتاعتنا. انا كنت مفرزه معاكم الفراخ والبانيه، وعملتهم بكذا طريقه معاكم الفيديو اللي فات. النهارده بقى بصوا، انا رايحه اعمل كفته الرز عند الجزار. باخد بقى الحاجه كده وبروح افرمها عنده. خدت بقى ايه؟ بصلتين صغننين كده، وحوالي 5 أو 6 فصوص توم، وخدت حزمة بقدونس، ونص واحدة كزبرة، وعلى عودين شبت كده. وده كيلو رز غسلته وصفيته كويس وحطيته في الكيس بقى، واخده معايا. ودي التوابل: ملح، فلفل اسود، شوية بهارات مشكلة، وكمون، وشوية شطة، وشوية كربوناتو، عشان الكفتة بتاعتنا تبقى هشة كده، متبقاش مكتومة من جوه. حوالي نص معلقة صغير. خدت بقى الحاجات دي كلها، حطيت على الكيلو الرز كيلو لحمة، ورحت فرمته كده حبايبي. كنت جايبة بقى ايه؟ لحمة ستيك ولحمة ضاني، الاتنين على بعض كده. هتبلهم واقسمهم يعني على كيسين، وعينهم في الفريزر. التتبيلة بتاعتنا بقى: هنعوز مية بصل، نبشر البصل، ناخد المية بتاعته، وهنعوز طماطم مبشورة، والتوابل: ملح، فلفل اسود، شوية بهارات مشكلة، وهنحط شوية زيت. اهو دي التوابل. وهنحط شوية زيت و... ومعلقتين خل. دي التتبيلة اللي هي بتاعة الكباب. بجد التتبيلة دي تحفة تحفة. يعني بسيطة كده، بس بجد طعم اللحمة بقى بيكون باين كده، وتكون طعمها تحفة، احلى من الكباب اللي بنشتريه من بره. طبعا ارخص بكتير جدا. يعني كيلو الكباب بره لو هتجيب من محل نضيف معدي ب1200، 1300 كده. لكن الكيلو اللحمة الستيك ب450، والضاني زيها بحق 2 كيلو في البيت او 2 ونص. يعني هتشتروا بيهم كيلو من بره، طبعا في البيت او فار كتير. واللحمة كمان يعني على الأقل مضمونة. برضو المطاعم مهما كانت كبيرة، برضو بصراحة اللحمة مبنبقاش ضامنينها قوي. المهم بقى، حطيت التتبيلة على اللحمة كده وهقلبها كويس. طبعا يا حبيبي انا كنت عاملة معاكم تفريزات الفراخ، وعملت معاكم اللحمة المعصجة، وتبلت اهو اللحمة معاكم، ووريتكم طريقة الكفتة اللي برز. مبحبش بصراحة اعملها في البيت. في ناس كتير يعني بيطحنوا الرز كده، يخلوه بودرة كده زي الدقيق ويعملوها. بس انا الجزار جنبي يعني، فبروح يعني على طول اعملها واجي. ليه الدوخة دي؟ يعني ده جنبية بخطوتين كده. طبعا اللحمة الكفتة دي ام رز، بنحط لها لحمة جملي. انا كنت عملتها بقى وهوريها لكم دلوقتي. دي يا حبايبي، المهم اللحمه تبلتها كده، وقسمتهم بقى على كيسين. ان شاء الله لما اجي اعملها باذن الله في رمضان، اطلع الكيس من بالليل مثلا واسيبه يفك، وابعته بقى ايه اللي عند الراجل يعني يشويه. عملتهم كيسين كده، وعينهم بقى في الفريزر. بصوا الكيس عشان اللحمه الضاني فيها عظم، فالكيس ايه اتخرم كده، فروحت حطاهم في كيس تاني. بس كده. طبعا التفريزات دي بتسهل علينا جدا في رمضان. انا والله بقيت يعني كنت الاول بعمل كل شهر كده، بجيب حاجتي كده واتبل وعين في التلاجة في الفريزر. باجي اعمل بطلع بقى واسوي على طول. بقالي فترة كبيرة والله بقيتش بعمل. حتى الرز والمكرونة والحاجات دي كنت بحب اجيبها بالشهر كده واخليها. بقالي كتير والله بقيتش بقيت بجيب ايه بالطلب، يعني اليوم بيومه كده. فرمضان لا، بحب بصراحة يكون الحاجة عندي يعني، لاني بنصحى متأخر اصلا. وطبعا ما فيش وقت بقى عبال ما عيالي مثلا بعتهم يشتروا حاجة ويجوا، هيكون المغرب جدا اصلا. فلازم أن تكون الحاجة عندي كده. المهم وريتكم الكفتة بقى. انا شلت كيسين نيين، بصراحة بحب اشيلها نية كده. وشلت كيسين والباقي صبعته يعني وحمرته. شلت كيس بقى محمر، قلت ده في اوائل رمضان كده ابقى اعمله. وبقيت الكفتة يعني سويتها بقى واتغدينا بيها. يعني اللي حمرتهم دول قسمتهم على 2، شلت كيس والباقي عملته. كنت طبعا عاملة الصلصة، كنت موريها لكم في الفيديو بتاع امبارح.
فاخدت منهم شويه كده ورحت ساقطه فيهم الكفته وعملنا مكرونه وكلنا. المهم بقى يا حبيبي ايه ديت جبت بقى رز ومكرونه وحاجات كده من العطار زي ما كنت قايله لكم. هفضيهم بقى دلوقتي مع بعض كده في المنظمات. بصوا بقى انا جبت رز ومكرونه ورز بسمتي وشعريه وحاجات كتير هوريها لكم دلوقتي، وسمنه كانش عندي سمنه خالص. اخر سمنه اللي كنت معصجه بيها اللحمه، دي كان اخر حته عندي. فجبت علبه بقى اللي هي كريستال. افضي بقى الحاجات كده دلوقتي واوريها لكم، وبعدين ايه نرصها مع بعض في المنظمات. الرز بقى كنت جايبه ده كان 4 كيلو، بس ايه الشنطة اتقطعت منها حتة كده واتدلق شوية يعني. والشعرية برضو لقيت الكيس مفتوح ومدلوق منه شوية. جبت مكرونة صوص بقى بعملها ديت محمرة وعليها لحمة مفرومة، تبقى تحفة. دي السمنة يا حبيبي اول حاجة هشيلها كده. دي سمنة كريستال اللي هي علبة ال2 كيلو. وجبت بقى مكرونة قلم، جبت كيلو. وريتكم المكرونة الصوص كنت جايبة كيلو برضو. جبت نص مكرونة رفيعة، وجبت نص معوجة ونص مقصوصة وكيلو سباكيتي. شكلت يعني كده انواع. وده كيلو شعرية بس الكيس اتقطع. وده نص رز بسمتي. وجبت واحدة لازانيا. وجبت بقى كركديه عشان اعمله على التمر الطبيعي اللي كنت موريه لكم. وده تمر بقى اللي هو اللي بيتدوب ده، كنت جايبه نص كيلو. وجبت بقى فانيليا. والبسبوسه دي بجد تحفه اسمها ماركيز. بجد نوعها حلو قوي يعني احلى نوع اكياس كده انا جربته. جبت بقى ايه خلطه بروست دي زي الفيجيتار كده، بجد طعمها حلو جدا. كنت جايبه قبل كده عامله بقى الكوردن بلو طعمها تحفه. فجبت بقى كيس اللي هو الكبير ده. وجبت بلح بقى. طبعا لما كنت مورياكم اليميش بتاع رمضان كنت قايله لكم ان انا ناقص لي البلح والكركديه في الحاجات يعني اللي هي اليميش بتاع رمضان، فجبتهم بقى النهارده. كده اوريكم اهو الحاجات اللي جبتها كلها. نبتدي بقى نرسم في المنظمات دي. المنظمات دي بجد حلوه قوي، انا بحب الحاجات تكون محطوطه في منظمات او علب كده. آه يعني تحسوا الحاجه كده بتبقى سهله قدامكم لو عايزينها، غير لما تكون موجوده في اكياس كده. بصراحه ما بحبش الاكياس خالص، بحب كل حاجه تكون مرصوصه كده ومنظمه. الرز فضيت في العلبة وفات شوية حوالي كيلو كده. فطبعا الشنطة كانت مقطوعة رحت نقلهم في كيس. دي بقى المكرونة السوسته كنت فاكرة علبة هتاخد الكيلو، فضيت نص. هي دي بتبقى تحسوا هايشة كده بتبقى كتيرة. يعني انا العلبة دي بتاخد كيلو مكرونة، بس في المكرونة دي ما قضتش. تاخد ممكن كيلو الا ربع. المكرونة الاسباجيتي كنت بشوفها بقى ينفع تيجي هنا، لقيتها اطول يعني من العلبة. فرحت مفضية فيها الشعرية. والعلبة بتاعة الشعرية بقى احط فيها المكرونة الاسباجيتي. فضينا بقى المكرونة الاسباجيتي اهي. طبعا المكرونة والحاجات دي بتبقى حلوة في رمضان. بصراحة مبحبش اعمل طبيخ كتير. بنحب المكرونة محشي الحاجات اللي هي ديت يعني النواشف. لكن الطبيخ بصراحة مش بطبخ كتير في رمضان. ممكن هي الكفتة ام رز دي والبامية بس. هما دول ممكن لو اطبخهم في رمضان. فضيت بقى المكرونة القلم. جبتها برضو بتتعمل دي بقى بصلصة او مكرونة بشاميل، يعني ايه كده او كده. انا جبت لازانيا اللي وريتها لكم، بتبقى حلوة قوي نفس طريقة المكرونة البشاميل. بس البشاميل بتاعها بيكون خفيف عن بتاع المكرونة لان هي بتتعمل وهي نية. واللحمة بتاعتها المعصجة لازم يكون فيها شوية صوص طماطم كده.
يعني تضربوا طماطم وتحطوها عليها تغلي غلوتين وتطفي، يكون فيها صوص خفيف كده عشان تستوي. وفضيت كمان الرز البسمتي. دي بقى المكرونه دي فاضت معوجه ديت، فملهاش علبه بقى، فشلتها في التربو. هي دي كده شكلهم بقى بعد ما رصيتهم في الضرفه. وده اليميش اللي انا كنت موريالكم اللي جبته من السيده في الفيديو اللي هو بتاع الجوله في السيده دي، وجبت اليميش. برضه هرصه كده في العلب، في العلب بقى، وبحطه في التربو. بجد العلب والمنظمات دي بتسهل علينا الدنيا جدا. يعني عندي بقى العلب الصغيرة دي كنت شاريها اصلا لليميش والحاجات دي يعني. او فضيت الزبيب والجوز هند بقى ايه، انا طبعا جايبه اللي هو تحسه شرايح طويله كده، وجايبه اللي هو الناعم العادي. فعلبه بقى كبيره كده هحط نص من ده، بص شايفينه شرايح طويله ازاي، ونص بقى من الناعم العادي، ميكس كده الاتنين مع بعض. يخلص احط غيره. برضو المكسرات مش هفضيها كلها، برضو هحط ايه ميكس بين ده وده كده، او البندق. وهحط جنبيه العين الجمل. بص هحط جنبيه العين الجمل كده، برضو يخلص اروح حاطه غيره. ودي بقى المشمشيه. بصوا ملناش في المشمشيه قوي بصراحه، عشان كده جبت كميه بسيطه يعني، لاني مش يعني بحطها قليل قوي على الخشاف. مش يعني المشمشيه ممكن اكون باكلها شويه، عيالي مش بياكلوها ولا جوزي، انا اللي باكلها ممكن اكون باكلها شويه. لكن التين والقراصية بصراحه مش بحبهم خالص، فعشان كده مش بجيبهم. هي بجيب المشمشيه بس. انا اصلا البلح الخشاف اللي بعمله ده، انا بحب المية بتاعته بس، اشرب المية. لكن ما بحبش اكل البلح ولا الحاجات اللي فيها. ممكن اللي باكلها شوية زي ما قلت لكم المشمشية. لكن البلح بيترمي والله، بس طبعا بحطه عشان طعمه واللون وكده. فضيت كمان العلبة البامبا دي البنك دي، فضيت فيها الفستق. بس الفستق طلع مملح شوية، مش عارفة بقى ينفع في الحلويات ولا ايه. مفروض بتاع الحلويات ما بيبقاش مملح، بيبقى عادي. العلبة بقى دي ده كريم شانتي دريم، والتاني الابيض ده الصوبيا، صوبيا الرحماني. فضيتها برضو في علبة كده. بس كده اكون فضيت اهو الحاجات كلها. هبتدي اقفلهم بقى دلوقتي وخلاص كده احطهم بقى في التربو. تضحك على ايه يا محمد؟ تضحك على الكرتون؟ ماشي. هاي حابة اقفلهم كده كلهم، وبس كده رصهم بقى في التربو وخلاص. وكده حبيبي الفيديو بتاعنا يكون خلص. انتظروا بكرة بقى ان شاء الله، هنزل لكم الفيديو بتاع مسح الشقة، وبعديها ان شاء الله الفرش. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب، ومع السلامة.